ازيكم؟ اهلا بيكم في القناة، يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو النهاردة هيكون عن المربع البسيط، ازاي بنعمله وازاي بنكون الزوايا بتاعته عشان ياخد شكل المربع. وطريقته سهلة وبسيطة، وهنشوف يلا الادوات والطريقة مع بعض. اول حاجة هنحتاج علامات غرز علشان نكون بيها زوايا المربع، وهنحتاج الابرة بتاعتنا. انا هنا هشتغل بابرة 10 ألمونيوم، وده لغرض الشرح. الخيط اللي انا هستخدمه هيمالايا افريداي بيك، ده خيط اكريليك صوف صناعي 100%. الرقم بتاعه هو ده اللي قدامكم على الشاشة، اللي هو 70 826. دي المعلومات بتاعة الخيط. بيقترح عليا إبرة 10 للكروشيه، فأنا هستخدم الإبرة 10 زي ما أنا. علشان أبتدي المربع لازم يبقى فيه طريقتين، طريقة يا إما أبتدي بيها بعدد السلاسل أو إن أنا بعمل الدايرة السحرية. هنا عندنا الأساس بتاعنا 6 سلاسل. طبعا انا بشرح بإبرة كبيرة علشان غرض الشرح. عملنا 6 سلاسل، وهقفل بغرزة منزلقة في اول سلسلة بالشكل ده كده. عملت ارتفاع الغرزة اللي هو 3 سلاسل، وانا هحسبه من ضمن العدد، وهشتغل 12 غرزة عمود بلفة كمجموع الغرز بتاعتي. فانا هنا اشتغلت اول 3، هنا اشتغلت 3 سلسلة هعتبرها اول عمود، وبعدين اشتغلت العواميد بتاعتي والغرز بتاعتي عادي. هشتغل 11 عمود جنب ال3 سلاسل. اخلص العدد بتاعي بتاع الغرز وارجع لكم علشان نشوف هنقفلها ازاي. هنا انا عملت ال12 غرزة عمود بلفة، ومن ضمن العدد ال3 سلاسل ارتفاع. طبعا انا هقفلها هنا بغرزة منزلقة كاميرا شوية بالشكل ده كده. هنقفل في الغرزة دي بالشكل ده كده. وده شكلها. طبعا هنشد الخيط بتاعنا من ورا، وعلشان نضيق الدايرة اكتر طبعا هنشطب الخيط بإبرة التنظيف دلوقتي، علشان ده كده الأساس أو راوند رقم 1 في المربع. علشان نعمل ونكون زوايا المربع احنا عندنا هنا 12 غرزة عمود. هنقسم العدد اللي عندنا اللي هو ال 12 على 4، هيبقى كل 3 غرز. فهنشتغل بالتكرار التالي. أول غرزة هنعمل فوقيها 3 غرزة عمود بلفة، فأنا هرتفع 3 سلسلة، وهلف الخيط على الإبرة ونفس المكان هشتغل فيه كمان 2 عمود بلفة. بالشكل ده كده، وهجيب ستيتش ماركر وأعلم الغرزة رقم 2 بالشكل ده كده. كده أنا كونت أول زاوية في المربع. هشتغل الغرزتين اللي بعد كده فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة واحدة بس بالشكل ده كده. هنيجي لتاني زاوية، الغرزة اللي بعدها هنعمل فيها 3 عمود بلفة بالشكل ده كده. بالشكل ده كده هناخد ستيتش ماركر تانية ونعلم الغرزة اللي في النص اللي هي رقم 2. كده احنا كونا الزاوية التانية، وهنشتغل في الغرزتين اللي بعد كده كل واحدة فوقيها غرزة عمود بلفة واحدة. نفس الفكرة بتنفع على
غرزة النص عمود والعمود بلفتين والغرز الأساسية كلها بالشكل ده كده. هنيجي عند تالت زاوية هنشتغل، وفي الغرزة اللي بعدها 3 عمود بلفة، وبرضه هنحط علامة غرز على الغرزة رقم 2 أو العمود التاني علشان نبقى عارفين المكان اللي هنحط فيه ونكون فيه الزاوية في السطر اللي بعده. بنحط علامة الغرز في رقم 2 علشان ده اللي بيحدد لنا الدور اللي بعده هنحط فين الكورنر بتاعنا أو الزاوية بتاعتنا علشان نقدر نكون المربع. بعد كده هنمشي غرزتين، كل غرزة فوقيها غرزة واحدة عمود بلفة، بالشكل ده كده. هو طبعا انا هوريها لكم دلوقتي، يعني هي هتبتدي تبان لكم فكرة الزاوية اول ما نخلص للزاوية الرابعة، هتقدروا تشوفوها اكتر تبقى اوضح اكتر. هنا بعد ما خلصنا هنبتدي نكون الزاوية الرابعة، وعشان تتأكدي ان شغلك مظبوط هتلاقي فاضل 3 غرز باقيين اللي هي اخر 3 غرز كده كده. هنا وصلت للاخر بالشكل ده كده، وهقفل في تالت سلسلة بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. هي طبعا دلوقتي بدأت توضح شوية قدامكم. هنا مكان الماركر ده اللي انا هعمل فيه الزوايا بتاعت المربع بتاعي. فوق كل واحدة عليها علامة غرز هنعمل 3 عمود بلفة، وكل واحدة فيهم هنحط ستيتش ماركر على رقم 2 علشان هي دي اللي هنبدأ نعمل منها الزاوية في السطر اللي بعده او الراوند اللي بعده. هنبتدي دلوقتي الراوند الثالث. هنعمل ارتفاع الغرزة بتاعنا 3 سلاسل، وهنا ناخد بالنا ان المكان اللي فيه الزاوية حصل له تغيير زاوية واحدة او غرزة واحدة، اللي هو انا برتفع ودي هتعتبرها من العدد. هنا انا عندي الغرزة اللي عليها العلامة، هشيل العلامة واعمل مكانها 3 غرز عمود بلفة بالشكل ده كده. هي بتبقى ضيقة شوية لان دايما اللي بعد الغرزة اللي بعد الارتفاع بتبقى ضيقة شوية. وهعمل 3 غرزة عمود بلفة، وهحط العلامة في تاني غرزة من اللي انا اشتغلتهم. مش هعد 1 2 3 واحط هنا، لا، انا هحط فوق الغرزة اللي انا اشتغلت فيها 3 هحط في الزاوية او الغرزة اللي في النص، بحيث شغلي يبقى مظبوط والزوايا المربع مظبوطة فوق بعض. وهفضل اشتغل غرز فردي فوق الغرزة التانية بحيث اوصل للكورنر التاني او الزاوية التانية واشتغل فيها نفس الفكرة. هشتغل لغاية ما اوصل لعلامة الغرز التانية، مكانها هشيلها واحط 3 عمود بلفة او التزايد، زاوية التزايد اللي بتكون لي الكورنر بتاع المربع. هعمل فيها 3 عمود بلفة، وهحط العلامة في رقم 2. انا هنا بحاول علشان اوريلكم على زاوية قريبة، وبالنسبة للمبتدئات عشان يبقوا عارفين هيحطوا علامات الغرز فين بالظبط علشان ما يتلخبطوش يبقى شغلهم مظبوط. هنبدأ الغرز اللي بعد كده نعمل فيها غرز فردية اللي هي غرزة فوق كل غرزة لغاية ما نوصل للستيتش ماركر او الزاوية اللي بعدها كده. وصلت للستيتش ماركر اللي بعدها الزاوية اللي بعدها، هشيلها واعمل مكانها 3 عمود بلفة،
بالشكل ده كده، واحط الستيتش ماركر في التانية. انا هنا وصلت للزاوية الاخيرة والستيتش ماركر اهو. هعرف منين ان انا وصلت؟ هلاقي ان الغرزة فوقيها 3 غرز. هشتغل اول واحدة عادي، التانية هي اللي هشتغل فوقيها 3 غرز عشان يكون لي الزاوية بالشكل ده كده. ده شكلها. احط الماركر في رقم 2 واشتغل غرز فردي لغاية ما اوصل لنهاية الدور بالشكل ده كده. هقفل بغرزة منزلقة بعد ما وصلت، وكده قفلنا بغرزة منزلقة في 3 سلسلة. التكرار اللي هيحصل ان انا هكرر السطر اللي انا عملته اللي هو التاني اللي كررته رقم 3. هيبقى ان انا هشتغل غرزي عادي وبحسب ال3 سلسلة من ضمن العدد. هيبقى زاد عندي كل غرزة فوقيها علامة، هعمل فوقيها 3 عمود بلفة، وهحط العلامة بتاعت الغرز على الغرزة رقم 2 او العمود رقم 2. بقية الغرز هتبقى غرز فردية. هشطب القطعة وأوريها لكم في الآخر شكلها عامل ازاي. شكلها بعد ما شطبت الخيط بتاعي. كل الدروس الأساسية هحطها لكم فوق في الآي وفي صندوق الوصف تحت. ده كده شكلها من ورا. وإبرة التنظيف اللي أنا استخدمتها هي البلاستيك اللي هي الكبيرة علشان مناسبة للخيط اللي أنا اشتغلت بيه، وبرضو هي مش مدببة علشان ما تبوظي الخيط. وده العينة الأولانية اللي أنا كنت عاملاها. وطبعا الفرق في ده وده عدد الأسطر، سماكة الخيط، رقم الإبرة اللي بتشتغلوا بيها. أتمنى أن يكون الفيديو كان سهل وبسيط وشرحه واضح. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد بنزله. أشوفكم الفيديو الجاي.